في نوع كده من الرجالة أنا بسميه الراجل الدحلاب، الراجل اللي دايما مغلطش، انت اللي فاهمة غلط، ولا عمره كان قصده ان هو يزعلك، انت اللي حساسة زيادة عن اللزوم. الراجل اللي بتشوفي ان هو بيكلم الاكس على الشاتنج او بيبعت لها مسج قدامك وانت شايفاه بعينك، وهو حلف لك قبل كده 100 يمين ان هو قطع علاقته بالاكس دي من قبل ما يعرفك اصلا، ولما تيجي تواجهيه وتكلميه يقولك ما حصلش، انت عندك تهيؤات ولا ايه؟ لو رحتي مرة اشتكيتي له ان هو عاملك وحش قدام الناس واهانك وزعلك وطريقة ما عجبتكيش، يقولك بقولك ايه، انت حساسة اوفر، مفيش اي حاجة من اللي انت بتقوليها دي حصلت، بلاش بقى شغل الدراما كوين ده. ولا الراجل البرنس اللي تلاقيه لما ينسى عيد ميلادك ان شاء الله حتى يقولك كل سنة وانت طيبة، فانت عادي بتزعلي تاخدي على خاطرك، يصعب عليكي نفسك، ان شاء الله يا ستي تتخانقي وتعملي معاه مشكلة، يقولك على فكرة انت بتركزي في تفاهات وحاجات سطحية جدا. ولو انت ضغطتي عليه شوية زيادة في الخناقة واثبتي له ان هو غلطان وان انت من حقك ان انت تزعلي، هيطلع لك الف مبرر ان النهاردة اتسحل وناس ماتت وناس راحت وناس جت وكان عنده مشاكل كتير، وانت اللي مش مقدرة المشاكل اللي عنده ولا سألتي عنه طول اليوم، مع ان انت كنت متابعة معاه اليوم كله وعارفة ان ما كانش عنده حاجة اصلا. فممكن يبقى رده ساعتها انا اللي مرضتش اقول لك عشان خاطر ما اقلقكيش، وفي الاخر انت جايه تكلميني في حته عيد ميلاد.